السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض البسبوسة، بس البسبوسة بتاعتنا مش اي بسبوسة، البسبوسة بتاعتنا مرملة وطرية جدا وهتعجبك، وان شاء الله الوصفة بتاعتي دي هتعتمديها وهتعمليها على طول، لانها بصي طرية ازاي، مرملة. ولو كمان حطيتيها في التلاجة هتبقى كمان احسن من كده، والطعم بتاعها جميل جدا احسن من بره. يلا بينا نشوفوا المقادير بتاعتنا. مقاديرنا عبارة عن كوبايتين من دقيق السميد، احنا جايبينه من عند العطار، ده مش الكيس. هتحطي معلقة، هتحطي كوبايتين، دي الكوباية اللي انا عملت بيها المقادير بتاعتي، كوبايتين كبار منها، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وربع معلقة صغيرة من جوز الهند الناعم. خلطت كده المقادير الجافة مع بعض وركنتها على جنب. بعد كده في حلة، في أي حاجة عندك، هاخد كوباية من السكر وأحطها فيها، وأجيب كوباية من المية، دي برضو نفس الكوباية اللي أنا عملت بيها المقدار بتاعي. حاملة الكوباية دي مية زي ما انت شايفة، بس طبعا مش هاخد الكمية دي، أنا هاخد ربع الكوباية بس، بقية الكوباية هقولك هنعمل بيها ايه. وهوديها دلوقتي على النار عشان تتكرمل معي، لان انا محتاجة كوباية السكر دي تتكرمل معي. هضيف لها معلقتين كبار من عسل الجلوكوز، بيوصل معايا للون ده، يعني لو انت حابة ان هو يكون اغمق شوية براحتك. بعد ما بيوصل معايا للون اللي انا عايزاه بحط له معلقتين كبار من الزبدة. تمام، انت لو عندك برضو سمنة بلدي بتبقى طبعا جميلة جدا. هبتدي بقى كوباية المية اللي قلتلك عليها، انا هاخد بس الربع، هاخد التلات ارباع واضيفها عليها واقلبها واسيبها تغلي على النار. بعد ما بتغلي على النار بطفي النار عليها وبركنها على جنب عشان تبرد، ما بقدرش احطها على البسبوسة بتاعتي الدقيق وهي سخنة كده. تمام، دلوقتي عبال ما هي تبرد هنبتدي نعمل الشربات بتاع البسبوسة. شربات البسبوسة بتاعنا بيكون خفيف، هنحط كوباية كبيرة من السكر، عليها كوباية ونص من المية، وطبعا ما تنسيش الكوباية اللي بتعملي بيها المقادير هي بتكون واحدة عندك. وهضيف على المقدار بتاع كوباية السكر وكوباية ونص مية معلقتين من عسل الجلوكوز زي ما انت شايفة. تمام، وبعد كده هرفعهم على النار، هيغلوا معايا شوية حوالي 5 دقايق كده، ببتدي ان انا اعصر عليها نص ليمونة وبطفي البوتاجاز. بعد كده بجيب بقى الكراميل اللي احنا عملناه بعد ما هدي معايا، طبعا ما بقدرش احطه وهو سخن، مش بحطه على الدقيق بتاع السميد وهو سخن، لما بيهدى خالص ببتدي ان انا اضيفه. فطبعا المقدار اللي احنا عاملينه ده مقدار صح على الكوبايتين الكبار بتوع دقيق السميد. تمام، هاخد بقى كل الكمية، وطبعا انا مش بقلب لان البسبوسة مش بتحب ان هي تتقلب كتير عشان ما تنشفش معاكي وتلاقيها عضمت، يا دوبك بس كده ان هي تشرب المقدار بتاعنا كله، ومش بنقلب كتير فيها زي ما فهمتك. طبعا اثناء واحنا بنشتغل كده بنكون مشغلين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 160 أو 180 على حسب نوع البوتاجاز بتاعك، بتدخلي البسبوسة بتاعتك في الرف اللي في النص. هنا احنا دهنا الصينية اللي احنا هنشتغل فيها زي ما انت شايفة كده، انا دهنتها من السمنة، وهبتدي افضي كل المقدار بتاع البسبوسة بتاعي. في ملحوظة بقى ممكن انت تقدري تعمليها، انا بعد ما بخلص كمية البسبوسة بتاعتي في الصينية مش بدخلها على الفرن على طول، يعني بدي الفرن فرصة كده ان هو يسخن. وتاني حاجة انا بحب اريحها شوية، بحطها في التلاجة حوالي 10 دقايق وبعد كده ببتدي ادخلها الفرن. انتي بقى حابة تسيبيها سادة زي ما انا عاملة نصها كده، اعمليها. حابة ان انتي تحطي النص التاني بتاعها بالمكسرات بتبقى طبعا جميلة جدا. دلوقتي هنا احنا عملنا نصها بالسوداني، والنص التاني سيبناه سادة، هريحها زي ما قلتلك وبعد كده هدخلها الفرن. انا هنا دخلتها الفرن، قعدت معايا نص ساعة و5 دقايق، وبعد كده طلعتها وهي سخنة والشربات بتاعنا سخن، يعني هما الاتنين سخنين، البسبوسة بتطلع سخنة والشربات بيكون سخن، بنديها صدمة زي ما انت شايفة كده عشان تطلع معاكي طرية ومرملة. وبعد كده بتغطيها وتسيبيها بقى ترتاح وتبرد عشان تعرفي لما تقطعي الخرطة تطلع مظبوطة معاكي.
ودلوقتي البسبوسه بتاعتنا بعد ما شربت كميه الشربات زي ما قلتلك، وبتعرفي ان كانت هي ناجحه معاكي ولا لا وهي بتتسقى من الشربات. لو ما شربتش الشربات تعرفي ان هي هتبقى معاكي ناشفه. اما لما بتشرب الشربات كله بتعرفي ان هي هتطلع معاكي مرمله، وبتطلع معاكي ان هي طريه وناجحه جدا. دلوقتي احنا بنقطع مع بعض البسبوسه، وزي ما انت شايفه كده الخرطه بتاعتنا طريه جدا، مش قادره اقولك على كمان الريحه بتاعتها، وطعمها كمان حلو جدا. وزي ما انت شايفه الطراوه بتاعتها عامله ازاي، لا ناشفه ولا مشربتش الشربات بتاعتها ولا حاجه، والطعم بتاعها حلو جدا. واللون الفاتح اللي من جوه ده جاي من الكراميل اللي احنا عملناه. لو انتي حابه يكون اغمق تقدري ان انتي تغمقي الكراميل معاكي. وان شاء الله الوصفه تعجبك، وباذن الله تعمليها وما تشتكيش ابدا من البسبوسه. وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية.